يوم 29/5 سنة 1924 نشرت جريدة مصرية خبر بيتكلم عن قصة حب حقيقية نهايتها كانت نهاية غريبة جدا ومرعبة. لو عايزين تعرفوا القصة الحقيقية للجريمة دي وإيه اللي حصل فيها كملوا الحلقة دي للآخر، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أنا رامز عادل وده المخبأنجي. الحكاية بدأت حسب الخبر اللي انتشر في الجرايد سنة 1878، يعني الكلام ده بقاله حوالي 150 سنة من النهاردة، لما اتعين عزوز بيك وكيل لواحدة من الهوانم اللي عندها أراضي وفدادين وأملاك كتيرة جدا، وكان عايز يثبت قدرته ويبين قد إيه هو قد المسؤولية والهانم تقدر تعتمد عليه. وفي يوم من الأيام قررت الهانم إنها تسافر إيطاليا وتعمل شغلها من هناك، وكان عزوز في الوقت ده ماسك لها كل أملاكها، وكان حاسس إن هو بيعمل كل ده لمستقبله وإن ده هيفيده بعدين في حياته، فكان بيخاف على فلوسها جدا. وفعلا بدأ يبعت لها كل الحسابات وكل الفلوس اللي هي محتاجاها، وفضلت الدنيا على كده لمدة 7 سنين متواصلة. عزوز فيهم كان ماسك هو كل حاجة في الشغل بتاعها لحد ما رجعت الهانم من بره. الكلام ده كان سنة 1885، وثابت عزوز زي ما هو بيدور كل حاجة في الشغل، لأن هو اللي كان فاهم في كل حاجة أكتر منها ومن أي حد في العيلة دي. بس بعد سنتين اتجوزت الهانم باشا من البشوات المعروفين. الهانم كانت مبسوطة جدا بس كانت عايزة تنبسط أكتر، ففضلت تصرف في فلوسها يمين وشمال لحد ما بعزقت كتير جدا. وسنة 1892 صرفت أكتر من 3/4 ثروتها وأملاكها كلها، ده غير إنها باعت 600 فدان ورهنت الباقي منهم. وعزوز في الوقت ده ما كانش عاجبه اللي بيحصل، بس ما كانش فيه في إيده أي حاجة يعملها غير إنه يختم كل اللي عمله مع الهانم بإنه يقدم استقالته ويمشي. وقال لها بالحرف اللي حضرتك بتعمليه ده مش هيوصلنا لأي حاجة، وإنه مش هيقدر يكمل كده، وقال لها من فضلك اقبل استقالتي. بس ردت عليه الهانم وقالت له هتستقيل ليه؟ هو انت عندك حد في حياتك غيري؟ وبعدين انت ما عندكش ولد ولا بنت عشان يورثوا اي حاجة من اللي انت عملتها في حياتك. وقالت له تعالى ننبسط بالباقي في حياتنا من غير ما نفكر في اي حاجة. بس عزوز بيه ما عجبوش الكلام ده خالص، وقال لها كلام كتير أنف فيه ضميرها، وان معناه ان اللي انت بتعمليه ده هتتحاسب عليه حساب عسير، وان مش معنى ان ما عنديش حد اسيب له فلوسي فمعنى كده ان بعزقها. في ناس كتير اولى بالفلوس دي ومش لاقيينها حتى. والكلام اللي قاله عزوز ده اثر فيها جدا، وما كانش عندها غير ان تساله طب ايه العمل. بس عزوز بيك رد عليها كانه كان مجهز الحل، لكن كان مستنيها هي اللي تطلب منه. وقال لها الموضوع بسيط يا هانم، انا شايف انك توقفي الشغل بكل فلوسك او الباقي منها ما تستثمريش فيه خالص، ويا ريت ما تبعزقيش فيه على الفاضي والمليان. الهانم فكرت في الكلام شوية وقالت له بس في مشكلة، ان جوزها الباشا ممكن ما يوافقش على الكلام ده. عزوز بيه قال لها انه عنده فكرة مش بطالة، وهي ان تقول للباشا ان هو هيبقى ليه الاستحقاق في كل حاجة من بعدها، وانه هياخد كل الصلاحيات اللي هي واخداها. والهانم قالت له انها هتفكر وترد عليه بكرة الصبح عشان تقول لجوزها الكلام اللي هو قاله لها بالليل، وبعد كده يشوف هو هيقول لها ايه. وفعلا جت الهانم تاني يوم، بس هزرت معاه بانها دخلت ووشها في الارض. وعزوز بيك سألها حصل ايه، بصت له وضحكت وقالت له ان جوزها وافق على كل اللي هو قاله لها، وقالت له كمان ان يكتب وقفية عن 480 فدان من املاكها المعروفة باسم ابو العيال. بس بصت له وضحكت ضحكة مبتذلة وقالت له بس انت ابو العيال الحقيقي يا عزوز. وقالت له انها هتكتب له عزبة باسمه. وفي الوقت ده عزوز والهانم قربوا من بعض اكتر بكتير، وابتدت علاقتهم تتطور اكتر واكتر. والهانم في الفترة دي ابتدت علاقتها تتوتر جدا بجوزها وبقت وحشة، وابتدت تميل لعزوز بيه اللي عرف يحافظ كويس جدا على حبها وينول رضاها اكتر بكتير. وبقت الهانم ما بتطقش اي يوم او اي مكان عزوز بيه مش فيه. ولما كانت بتبقى لوحدها في السرايا كان كل تسليتها انها تكتب له جوابات وتحط له فيها سجارة وتطلب منه انه يبوس السجارة، وساعات بتبعت له جواب بتقول له فيه انها عملت حاجة غلط وبتترجاه يسامحها. وكل الجوابات دي كانت بتتكتب بالفرنسي او التركي عشان محدش يفهمها غيرهم هم بس. وكانت بتكتب في الجوابات دي حاجات ملهاش اي قيمة، بس كانت بتدلع كويس على عزوز وكانت بتدلعه وتقول له عزوزي. وطبعا اللي زود كل ده ان جوزها الباشا فوزي كان شخص نمكي جدا، وكان بيقفقف على كل حاجة في الدنيا، وكانت دايما بتكتب له انها تعبانة في علاقتها
مع الشخص ده، وفي اخر جواب قالت له ان مفيش حاجة قدامها غير الصبر، وان الحاجة الوحيدة اللي بتصبرها هي وجوده جنبها، وانها نفسها تشوفه دلوقتي. والى اللقاء. واستمرت العلاقة بين الهانم وعزوز فترة كبيرة جدا، والحب فضل يزيد لدرجة العبادة. وفعلا نفذت الهانم وعدها ليه وكتبت له العزبة اللي وعدته بيها، بس العزبة دي كتبتها ليه وللأولاد من بعده. ده غير كمان المكافآت اللي كانت بتديها له، لدرجة إن مرة اديت له 5000 جنيه مرة واحدة مكافأة. وفي مرة اشتكى لها إنه لسه عايش في شقة إيجار وما عندوش بيت ملكه، فاشتريت له بيت بالكامل. وبلغت ثروة عزوز 40,000 جنيه، ده غير الأراضي المكتوبة له. والهانم ابتدت في الوقت ده السفر مرة تانية، والفلوس دلوقتي أغرت عزوز. والناس القريبة منه اللي كانوا عارفين حكايتهم مع بعض بدأوا يلعبوا في دماغه، ويقولوا له انه ياخد الفلوس يعمل بيها اللي هو عايزه ويسيبه من الست دي خالص. وبدأوا ينصحوه انه يشوف حياته بقى وما يوقفش حياته على واحدة متجوزة اصلا. ومع الوقت اقتنع عزوز بكل الكلام ده، وفعلا راح يتجوز وخلف كمان من مراته دي. وبدأ يقطع علاقته خالص بالهانم، وما كانش بيرد عليها، وهي ما كانتش عارفة هو حصل له ايه ولا راح فين. بس بعد فترة كبيرة رجعت الهانم، واول ما رجعت اول حاجة عملتها انها راحت له البيت اللي هي جايبه له. وعزوز اول ما فتح الباب اتخض جدا، وقال لها انه ما ينفعش انها تبقى هنا، وانه راجل متجوز وما ينفعش يتكلموا اصلا. قالت له طب ما هي كمان كانت ست متجوزه وكانوا بيتكلموا في الحوار. راحت قايله له طب ما انا كمان كنت ست متجوزه وانت كنت بتتكلم معايا وكنا بنعمل اكتر من كده مع بعض. وبداوا يشدوا في الحوار مع بعض لحد ما طردها من البيت. والهانم قالت له انا السبب في البيت ده، وانا السبب في كل اللي انت فيه دلوقتي. وقالت له خلي بالك انت مش هتتهنى باي حاجه من ده، وافتكر كلامي كويس. وهددته وسابته ومشيت. بس بعد اللقاء ده بفتره ابتدى عزوز يتعب لحد ما ظهرت عليه اعراض غريبه جدا، زي انه ما بقاش قادر يمشي خالص، وبقى بيقع كل ما بيقف. وبعدها بمفيش عزوز اتشل خالص. والخبر ده وصل للهانم، وقالت لهم انا فرحانه جدا ومبسوطه باللي ربنا عمله فيه، وده كله من دعواتي عليه. بعد كام شهر عزوز مات، وساعتها الهانم ما استنتش ورفعت قضية بتطالب باسترداد كل الأملاك اللي كتبتها باسمه وكانت جايباها له. لكن طبعا المحكمة حكمت بأحقية ابنه ومراته في كل حاجة لأنهم ملك عزوز دلوقتي. وكملت الهانم حياتها البائسة مع الراجل اللي ما بتحبوش. بس السؤال هنا، هل اللي حصل لعزوز ده كان ليه علاقة بالتهديد اللي هددته له جوه البيت، ولا كل ده حصل بمحض الصدفة البحتة؟ مستني رأيكم في الكومنتات. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصة تانية هتلاقوا اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو واللي ظاهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم. انا رامز عادل وده المغبى انجي. سلام.